أهلا وسهلا بك يا صديقي في حلقة جديدة ومهمة ونارية جدا عن اقتراب اللاعب جاكسون موليكا من النادي الأهلي مرة أخرى بعد متابعة جاكسون موليكا لحساب أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، والناس كلها ربطت إن جاكسون موليكا خلاص هيكون متواجد في النادي الأهلي لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة مع حقية البيع. ففي فيديو النهاردة هنعرف إيه الإضافات اللي هيميزها جاكسون موليكا وإيه الإضافات اللي هيضيفها للنادي الأهلي في كأس العالم، وهل امكانيات اللاعب وقدراته اللي هي عالميه تفيد النادي الاهلي، وهل الاهلي هيحاول ان هو يشتري اللاعب بشكل نهائي ويشتري عقد اللاعب. ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده، فما تنساش يا صاحبي تعمل لايك واشتراك وتكمل الفيديو للاخر. طبعا جاكسون موليكا مهاجم صندوق، مهاجم متميز جدا اذا كان هو في مازيمبي او اذا كان هو بيلعب في تركيا، لانه لاعب متالق جدا في الملاعب التركيه اخر كام سنه، ولاعب بيعمل اي حاجه في الملعب. هو ده راس الحربه اللي تنقذ